ما قل ودل، برنامج يعالج مواضيع الساعة، لقاءات سريحة وجريئة وحوار بناء وموضوعي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما قل ودل. إشكالية المياه في نهري دجلة والفرات ما تزال تبحث عن حل لها بين الدول المتشاطئة، ولأن الحوارات بين هذه الدول لم تسفر عن عقد اتفاقية ملزمة لكافة الأطراف، الأمر الذي يهدد العراق بأزمة مائية. الأهوار التي جففت إبان عهد النظام السابق والجهود التي تبذل اليوم لإعادة إنعاشها وإعمارها، قضية التغييرات التي تحدث في مسار شط العرب في محافظة البصرة جنوبي العراق، وما ينتج عن ذلك من تغييرات في الخريطة العراقية لصالح إيران، وغير ذلك من الأسئلة طرحناها على خبير الموارد المائية في العراق الدكتور حسن الجنابي. فأهلا وسهلا به ضيفا عزيزا على حلقة اليوم من برنامج ما قل ودل. أهلا وسهلا بك دكتور حسن. أهلا ومرحبا دكتور، بشكل عام نحاول أن نلقي نظرة عن حالة المياه اليوم وغدا في العراق. إشكاليات المياه في العراق تختلف عن إشكاليات المياه في بعض الدول المجاورة. العراق يتمتع تاريخيا بثروة كبيرة من المياه. حضارة العراق أقيمت في العراق حقيقة يعود السبب الأساسي في ذلك إلى وجود نهري دجلة والفرات ووفرة المياه والأراضي الخصبة في العراق. تقريبا في النصف الثاني من القرن العشرين تمكن العلم الحديث والتكنولوجيا مكن الإنسان من محاولة السيطرة على حركة المياه الجامحة التي كانت تحدث بشكل طبيعي في عبر التاريخ، وذلك من خلال بناء منشآت الهيدروليكية الكبرى مثل السدود والخزانات والقنوات الكبيرة. فذلك أدى إلى أن تكون مياه العراق أكثر تنظيما، لأنها أصبحت تقريبا تكاد تكون 100% تحت سيطرة المهندسين أو سيطرة الدول الأخرى المتشاطئة، لأن مياه العراق أيضا من خصائصها أن العراق يشترك بها مع دول متشاطئة أخرى. أي منابع أنهار العراق في غالب الأحيان تقع خارج حدود العراق، عدا نهر العظيم الذي هو واحد من فروع نهر دجلة وهو نهر صغير. أخطر أو أهم تطور في هذه الفترة هو ما يسمى مشروع الجاب التركي، اللي هو يهدف إلى استصلاح أراضي واسعة جدا في جنوب شرق تركيا، أي في حوضي دجلة والفرات في الجانب التركي. أنشئت سدود كبرى تفوق طاقتها التخزينية سعة الأنهار لسنوات عديدة. يعني بإمكان الأتراك لو أرادوا أن يقطعون نهر الفرات على سبيل المثال بشكل كامل، والآن بدأوا بالتحول بعد أن أنجزت أعمالهم في حوض الفرات، تحولوا لحوض دجلة، والآن ينشئون سد أليسو اللي هو أيضا واحد من السدود الكبرى في حوض دجلة، ومن الممكن أيضا أن يؤدي إلى انحسار في كميات المياه الواردة إلى العراق. فيما يتعلق بكميات المياه الواردة إلى العراق من نهر الفرات، طبعا خسر العراق خلال هذه الفترة منذ الثمانينات القرن الماضي لحد الآن ما معدله 10 مليار متر مكعب في السنة، أي ثلث إيرادات نهر الفرات التاريخية التي كانت تصل إلى العراق. الآن احنا محظوظين أنه حوالي 18-19 مليار، لأن أنا أقول محظوظين لأن المستقبل سأعتقد سيثبت بأنه إيرادات العراق من مياه نهر الفرات ستكون أقل بكثير من ذلك، وخاصة في مواسم الشح. دكتور حسن، هل هذا تخوف من المستقبل؟ هل هنالك أزمة قادمة تتصورها؟ أنا أعتقد أن هناك أزمة مياه حادثة يعني الآن قائمة وستقوم بالمستقبل، وهذه الأزمة لها أكثر من وجه. نحن لا نتحدث فقط عن كمية المياه المتاحة إلى العراق، بل كذلك نوعيتها ونوعية إدارتها. فهي ليست فقط بكمية المياه، ممكن تكون كمية مياه لكنها ملوثة أو مالحة أو غير صالحة للاستخدامات الزراعية والمنزلية والصناعية الأخرى. عفوا دكتور، يعني هل بسبب المشاريع أو السدود التي تقيمها تركيا تلوث هذه المياه؟ تؤدي السدود سواء كانت في تركيا أو في سوريا أو في العراق تؤدي إلى تدهور نوعية المياه في أسفل السدود لسبب بسيط، أنه أنت عندما تحدث كميات كبيرة من المياه في السدود تتشكل بحيرات كبيرة على مساحات هائلة، فهذا يؤدي إلى زيادة عملية التبخر من سطوح هذه البحيرات. زيادة عملية التبخر يؤدي إلى زيادة تراكيز الأملاح في هذه المياه، فعندما تطلق أنت المياه في فترة لاحقة هذه المياه المطلقة سوف لن تكون عذبة كما كانت جارية سابقا.
هذه نقطة. النقطة الأخرى عندما أقيمت هذه السدود لها أهداف أخرى، أهداف زراعية، استصلاح أراضي، تستخدم هذه في الري ثم ترجع كذلك إلى النهر عن طريق شبكات المبازل كمياه مالحة، فهذه أيضا تؤدي إلى تدهور النوعية. يعني سواء كانت شحة المياه أو وفرة المياه، هناك دائما أزمة إذا لم تعالج هذه الأزمة بطريقة صحيحة تضمن متاحية المياه بكمية ونوعية محددة وبالوقت الذي يحتاجها العراق، فإذا هناك مشكلة كبرى في هذا الميدان. دكتور جنابي، يا ريت أستوضح الأمر بشكل أوسع صراحة. من خلال كلامك أنا الآن لدي تخوف أنه مستقبل العراق سيكون بأزمة مائية كبيرة. هل تتوقع أن تكون هنالك شحة أو حالة جفاف يعيشها العراق؟ فترات ملاحظاتي تبدو لي أن كل 7 سنوات تتبع هذه ال7 سنوات 3 سنوات من الشحة. آخر فترة واجهها العراق من شحة في الإيرادات العراق هي عام 2001 2002 أعتقد 1999 بدأت واستمرت 3 سنوات. من ذلك الحين لحد الآن 2008 تقريبا صار لنا أيضا 7 سنوات. كل المؤشرات تدل على أن هذه السنة ستكون شديدة الشحة حقيقة، إضافة إلى الضغوط الكبيرة التي تمارس على سدود العراق وخزينه الاستراتيجي من المياه، بشكل خاص على إدارة وزارة الموارد المائية لهذه السدود بسبب الحاجة إلى إطلاقات لغرض توليد الطاقة الكهربائية، وإطلاق هذه الكميات من المياه لغرض توليد الطاقة ليس بالضرورة يتناسب مع حاجة القطاع الفلاحي أو الزراعي لهذه المياه، فبالتالي قد تطلق مياه في غير موسمها في حين سوف لن تتوفر أثناء الموسم الصيفي أو الشتوي المقبل. فهذا طبعا إشكالية حقيقية يحتاج لها معالجة جدية من قبل الوزارات المعنية، وزارة الكهرباء، وزارة الموارد المائية، وزارة الزراعة. سأناقش معك قضية المعالجة. الشحة التي تتوقعها حضرتك من الممكن أن تكون هذا العام، هل فقط ترتبط بما يأخذه العراق من حصته المائية من تركيا وسوريا، أم أن هنالك ظواهر طبيعية قد تكون مؤثرة في هذا الجانب؟ هو الجانبين حقيقة. يعني ما طبيعة هذه الظواهر؟ الظاهرة المناخية التي تؤدي إلى قلة تساقط الثلوج على هضاب تركيا وعلى أعالي حوض دجلة والفرات، الآن مراقبتها تبدو أنها أقل بكثير جدا من المعدل، فهذه عملية طبيعية. الذي يرتبط بها والذي هو أكثر خطورة أن السدود التركية وسدود السورية وسدود العراقية مستوى المياه فيها نازل جدا ومنخفض، وبالتالي أي زيادة تأتي بعد هذه الفترة سوف تخزن في هذه السدود ثم تصل إلى سد حديثة. المسألة مرتبطة بأنه السدود غير ممتلئة الآن بسبب استخدام المياه خلال هذه الفترة الماضية انتظارا للموسم الشتوي، يعني موسم الفيضان اللي هو موسم يعني ذوبان الثلوج. بما أنهم لم تتساقط الثلوج كما ينبغي، إذن هذه الدول الثلاث سوف تتنافس على ما توفره الإرادة الإلهية أو الطبيعة من هذه المياه، وهذا من سوء حظ العراق أن العراق يقع في ذنائب النهر، وبالتالي الدول التي تقع في أعلى المجرى النهري هم الذين يتحكمون بالمياه. ولا توجد لحد الآن اتفاقات دولية بين العراق وسوريا وتركيا لضمان قسمة عادلة لهذه المياه. دكتور، أعود إلى الشحة المتوقعة أو الأزمة المائية المتوقعة في العراق. اليوم وأنا قادم لإجراء هذا اللقاء معكم شاهدت دجلة مثل الأيام الباقية نقول عليه المياه نازلة. هل هذه إشارة على أنها بداية الأزمة؟ أنا أظن نحن في عز الأزمة الآن، وأتمنى أن لا تتعمق أكثر من ذلك. ما يحدث في دجلة له أكثر من سبب. أولا انخفاض مستوى المياه في السدود العراقية في حوض دجلة اللي هو سد دوكان وسد دربندخان، وكذلك طبعا سد العظيم وسد حمرين بسبب قلة الإيرادات المائية. الشيء الثاني استخدام هذه السدود لتوليد الطاقة الكهربائية. سد دوكان وسد دربندخان تخضع عملية إدارتهم إلى متطلبات الحكومة كردستان الإقليمية، ووزارة الموارد المائية لها نفوذ وسيطرة على السد، ولكنها أعتقد عملية تشغيل هذين السدين يخضع لمتطلبات أخرى، بشكل خاص قضية توليد الطاقة الكهربائية. الأخوان في الإقليم يحاولون أن يخزنون ما يأتي إلى سد دوكان لأغراض توليد الطاقة الكهربائية خاصة في الشتاء، ظروفهم المناخية قاسية جدا، وكانت هناك أعتقد اتفاقات أو كذا مع وزارة الكهرباء على أساس تعويض هذه الطاقة الكهربائية من الخطوط الناقلة الكهربائية العراقية أو الناشونال جريد، لكن هذا لم يحصل. طبعا هذا يحتاج إلى مفاوضات عديدة، إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، إلى تمكين وزارة الموارد المائية من أن تقوم بدورها بهذا المجال. لهذا السبب على سبيل المثال جنوب سد دوكان يوجد سد دبس اللي من عنده تخرج قنوات تغذي مشروع ري كركوك. مشروع ري كركوك أيضا المشاريع المهمة. الآن لا توجد مياه لإيصالها إلى مشاريع
كركوك الإروائية هناك أيضا أزمة كبيرة، وهذا طبعا يمتد جنوبا على كل حوض دجلة. لهذا السبب أنت تجد أنه دجلة في بغداد المياه منخفضة، تصير طبعا المنظر حتى يعني محل وقصب يطلع بالمجرى المائي، وأيضا يكون عرضة للتلوث لأنه الجريان قليل، ثم زيادة الملوحة. ولكن هذه طبعا يحتاج لها إلى عمل جدي يعني من أجل تخفيف تأثيرات شحة المياه على المزارعين العراقيين، على محطات تصفية المياه لمياه الشرب، والاتيان بأساليب غير اعتيادية للقطاع الزراعي. طيب دكتور، أنت كخبير في هذا المجال، ما هي المعالجات التي تقترحها للخروج من هذه الأزمة أو الخروج من شحة المياه المتوقعة أن تستمر لسنوات في العراق؟ طبعا الحلول صعبة جدا، تتطلب دعم من كل الأطراف العراقية. الماء عنصر أساسي في العراق، أكثر من 30% من الشعب العراقي يعتمد على الزراعة. هناك أكثر من 5 ملايين هكتار أراضي فلاحية يجب أن تزرع في الصيف، هذه تحتاج إلى كميات مياه. فهنا طبعا يحتاج إلى عملية إعادة الأولويات، إعادة أولويات استخدامات المياه، ثم التعاطي مع النظام المائي في العراق بكل ما فيه من أنهار وسدود وقنوات ونواظم باعتبارها وحدة واحدة وليست وحدات مجزئة. يجب أن تدار من هيئة واحدة، من مكان واحد، من وزارة الموارد المائية على سبيل المثال. والنظام المائي في العراق نظام مسيطر عليه بشكل ممتاز جدا، يعني من أرقى الأنظمة من حيث السيطرة، إذا أريد استخدامه بطريقة جيدة. لأن هذه السيطرة طبعا كانت حتى في ظل النظام السابق، لكن النظام السابق كان سوء إدارة وسوء استخدام وعمليات تجفيف ومعروف إيش، هو اللي أدى إلى تدهور كبير بالبيئة العراقية وبالقطاع الزراعي العراقي، وأصبح العراق أكبر مستورد للمواد الغذائية بدل ما كان مصدر. لا توجد حلول سحرية، بس يجب أن توجد أفكار هندسية جديدة تسمح لتبادل الآراء بشكل أيضا شفاف للوصول إلى استراتيجية وطنية لمكافحة شحة المياه. دكتور، في إطار ما ذكرته من أن العراق بين عدد من السنوات يمر مدة 3 سنوات أخرى وهي سنوات الأزمة أو الشحة، حسب ما أتذكر أننا لم نكن نشعر سابقا بوجود هذه الشحة. هل بسبب وجود الأهوار مثلا قبل أن يجففها النظام السابق، هل كان لها تأثير في أن يكون هنالك فائض مائي في العراق؟ طبعا وجود الأهوار غير محسوس في مدينة بغداد أو شمال مناطق الأهوار من حيث وفرة المياه، لأنه المياه تجري من الشمال إلى الجنوب فتأتينا من الشمال. الشحة بدينا نلاحظها بسبب بناء السدود في تركيا وسوريا. ب76 على سبيل المثال كنا نعبر نهر الفرات إلى الجانب الآخر مشيا على الأقدام، بسبب عندما تم يعني البدء بملء سد الطبقة السوري. بعام 1989 بدأت تركيا بملء سد أتاتورك، رابع أكبر سد بالعالم أتاتورك، 80 مليار متر مكعب خزين هذا السد، اللي هو 4 مرات بقدر الإيرادات السنوية من نهر الفرات إلى العراق. فعندما تحدث هذه الشغلات نحن هنا نحس بهذه الشحة. ولكن تاريخيا قبل بناء هذه السدود كان الوضع الطبيعي في نهر دجلة والفرات هم يفيضان في الربيع ويشحان في الصيف، ثم يفيضان في الربيع ويشحان في الصيف. أبقى في موضوع الأهوار. أنا عرفتك في البداية على أنك أول من أشرف على برنامج إعادة إنعاش الأهوار بعد سقوط النظام السابق. نعم. نلاحظ أنه هذه المرحلة وهذه السنوات ال5 كان هنالك برامج متعددة. نسمع عن برنامج للأمم المتحدة، برنامج عراقي، برنامج حكومي أو وطني، وآخر إلى حد آخر فترة تم الإعلان عن تشكيل لجنة وزارية من أجل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار. نتساءل أين وصلت مشاريع إعادة الإعمار في الأهوار؟ لنبدأ من التالي. أولا قضية الأهوار العراقية هي طبعا ظاهرة هيدرولوجية فريدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وكانت الأهوار تغطي مساحة هائلة أكثر من 15,000 كيلومتر مربع. حتى نستطيع أن نعرف ما 15,000 كيلومتر حجمها هي معنى أكبر من مساحة لبنان. هذه اختفت بإرادة الدكتاتور خلال فترات قصيرة جدا، يعني نتيجة أعمال تغيير مجاري الأنهار وتكثيفها، ثم تم تجفيف الأهوار، وارتكبت بذلك جريمة العصر في العراق، يعني من الجرائم الكبرى البيئية والإنسانية. فطبعا عندما جفت هذه الأهوار لم يتبقى منها من 15,000 إلا 1,000 حوالي على الحدود العراقية الإيرانية، هي جزء من هور الحويزة. بعد سقوط النظام بدأت عملية إعادة إنعاش الأهوار، وكان لي شرف المساهمة في هذه العملية، وأزيلت كثير من هذه المحددات لكي
نسترجع بعض ما ممكن استرجاعها من الأهوار العراقية، لكنها طبعا لم تكتمل. والأهوار العراقية مثل المساحات المزروعة في العراق، يعني مثل القطاع الزراعي، تعاني من شحة المياه أيضا. أعتقد الآن الذي حدث خلال هذه الفترة منذ سقوط النظام لحد الآن حدث تطور هائل جدا في طبيعة الحياة في هذه المنطقة. البيئة انتعشت من جديد، لا نعرف مديات انتعاشها إلى درجة كاملة، ولكن الاقتصاد، الناس يسكنون ويعيشون، يستطيعون العيش بكرامة. ايش قد تقدر نسبتها دكتور؟ الآن نسبة الأهوار المستعارة حوالي 40%. هذا طبعا مساحة قليلة لكنها كبيرة جدا أيضا في ظل وضعنا الحالي في العراق. أعتقد وزارة الموارد المائية ووزارات الأخرى معنية أيضا بزيادة هذه الرقعة، لكن هناك طبعا إشكالات، لأنه تجفيف الأهوار أدى إلى إعادة تقسيم الأراضي، توزيع الأراضي في بعض الأحيان على شكل عقود زراعية غالبا غير منتجة. بعض السكان سكنوا في مناطق كانت أهوار سابقا وعندهم بيوت وكذا، فهناك إشكالات اجتماعية واقتصادية وكذا يجب معالجتها قبل أن تأخذ العملية مداها الحقيقي. الحكومة لم تعد كما كانت سابقا دولة عدائية تجاه الأهوار، ذلك خصصت مبالغ معينة لمشاريع في هذه المنطقة، ومثل ما ذكرت أنت أن هناك مبالغ تصرف في هذه المناطق. هذه ليست بالضرورة محسوسة لسكان المدن العراقية الأخرى وحتى سكان الأهوار، لأن حجم الحاجة إلى المشاريع حجم هائل، ومهما تعملت المشاريع سوف ما راح يبين في مقياس هذه المساحة الكبيرة جدا. بالنسبة لي كخبير أو كمهتم بالوضع البيئي والأهوار والمياه، أنا الذي يهمني أنه ما تم استعادته يجب أن يستمر، لا يشح، لا تقل مساحته، ويجب أن يتوسع، لأن هذا هو العنصر الأساسي لما إحنا نسميه بالأهوار، اللي هو جزء من ذاكرتنا، جزء من تاريخنا، جزء حقيقة من تاريخ وذاكرة البشرية، لأن هناك اخترعت الكتابة، هناك اخترعت العجلة، هناك تراث إنساني هائل في تلك المنطقة. دكتور حسن، ما زلنا في موضوع الأهوار، وهنالك قضية أثيرت سابقا وهي قضية أنه انحراف شط العرب. أعتقد أن هنالك علاقة ما بين الأهوار وما بين انحراف شط العرب. هل ممكن من حضرتك إضاءة هذا الموضوع وتعريفنا كيف يتم الانحراف في شط العرب وإلى جانب أي من الدولتين العراق وإيران؟ نعم، من سوء حظ العراق ومن الجرائم التي ارتكبت في ظل النظام السابق هو الاتفاق حول شط العرب وإعطاء نصف شط العرب إلى الجانب الإيراني، والاتفاق على خط وهمي يمثل منتصف المجرى العميق أو خط التالوك باعتباره خط الحدود الفاصل بين الدولتين. بسبب سوء إدارة المياه العراقية وبسبب سياسات تجفيف الأهوار العراقية أدى ذلك إلى شحة مياه شط العرب، خاصة المياه العذبة، وبسبب أيضا الحروب سواء كان الحرب العراق مع إيران أو حرب احتلال الكويت، ومن ثم يعني منذ انهيار النظام لحد الآن وعدم وجود دولة كفؤة لإدامة وصيانة الأنهار العراقية بشكل خاص شط العرب، أدى ذلك إلى تدهور كبير في نوعية مياه شط العرب. فعندما قلت المياه العذبة التي تأتي إلى شط العرب، المياه المالحة والمياه الرديئة ارتفعت إلى الأعلى بسبب حركة الخليج، يعني حركة المد والجزر التي تدفع المياه باتجاه معاكس أثناء المد وينسحب أثناء الجزر. ذلك أدى إلى حدوث تعرية كبيرة جدا في شط العرب على الجانب العراقي منه وليس على الجانب الإيراني. إيران خلال هذه الفترة استطاعت أن تجمع قواها وتتغلب على آثار الحرب، صارت عندهم نهضة اقتصادية لا بأس بها، في حين الجانب العراقي من شط العرب بقى عرضة للتعرية وسوء الإدارة وعدم وجود صيانة وتهريب، يعني تهريب النفط ووجود الغوارق وكل مشاكل ذلك. كل هذه المشاكل أدت إلى تعرية شط العرب من الجانب العراقي. فبالتالي كل ما نسيت الرقم حقيقة سنويا يعني يحدث، بس رقم كبير جدا يأخذ من داخل الأراضي العراقية، وبالتالي هذا يؤدي إلى أنه خط الوسط أو خط التالوك يمتد باتجاه الأراضي العراقية، فهنا خسارة الأراضي العراقية إضافة إلى خسارة الأراضي صالحة للزراعة على الجانب العراقي من شط العرب، القضاء تام على النخيل العراق، ثم عدم الإنصاف. يعني هذه عملية غير منصفة، يعني حتى الإيرانيين يجب أن يكونون أكثر حرصا في التعاطي مع هذه المسألة، ويجب أن تناقش بروح الجيرة والأخوة وليس تحقيق مكاسب من أراضي عراقية حقيقية. أيضا الإيرانيين أيضا حولوا مجرى نهر الكارون جزء مهم من عنده عن شط العرب، لأن كان هذا النهر يجلب مياه عذبة كبيرة إلى شط العرب، وكانت هذه أيضا تسهم بعذوبة مياه شط العرب، إضافة طبعا إلى بعض الأعمال في نهر الكرخة التي يصب في هور الحوازة. يعني هناك مشاكل حقيقية كبيرة بين العراق وإيران فيما يتعلق بالماء، ومشاكلنا ليست مع تركيا وسوريا. يعني هذا الجانب يتهيأ لي يكاد يكون غير منظور، ربما طبعا أكو أحاديث يعني بين الوزارة
الوزارتين، بين وزارة الموارد المائية والوزارات المعنية في إيران، بين الحكومتين، لكن باعتقادي لم تأخذ مداها الحقيقي. يعني طيب ما هو الحل الذي تفترضه كخبير؟ الحل أنه أعمال هندسية، أعمال تكسية لهذا الجانب، أعمال زراعة، أكو حلول فنية يعني لهذه المسألة، بس طبعا يحتاج إلى مصادر مالية ويحتاج إلى برامج باستمرار، يعني أنه أولا نوقف الانهيار أو نوقف الانهيارات والتعرية، ثم نحاول أن نجدد أو نعيد يعني ما تم تدميره خلال هذه السنوات، ثم نحافظ عليه. يعني هذه مسألة صيانة مستمرة على مدار السنة، يعني يجب أن تكون هناك مخصصات لهذه المسألة. أعزائي المستمعين، في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل للدكتور حسن الجنابي خبير الموارد المائية. شكرا جزيلا دكتور حسن. شكرا جزيلا. على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة. تقبلوا تحيات محدثكم صلاح النصراوي.